الفرق بين الفلوس والحرية المالية. لو سألتك نفسك تبقى غني أكيد هتقول لي نفسي أكون غني يا عم رامي. بس في فرق ما بين إن يكون معاك فلوس وإنك تبقى حر ماليًا وإنك تبقى متحرر من القيود والديون اللي عليك. وخليني أضرب لك مثال. في 2 أصحاب، واحد اسمه علي وواحد اسمه زياد، الاتنين شغالين شغل كويس جدًا، والاتنين بيدخل لهم دخل محترم. بعد 10 سنين زياد كان لسه بيشتغل شغله ولسه بيدور على إزاي يزود دخله، لكن علي قدر إن هو يستثمر جزء من فلوسه كل شهر بإنه يدخل له دخل سلبي. وده ليه؟ لأن زياد بيصرف كل فلوسه على الرفاهية وعلى بلبن، لكن علي قدر إن هو يستثمر جزء من فلوسه في إن هو يدخل له دخل سلبي كل شهر. وهنلاقي بعد فترة إن زياد اضطر إن هو يشتغل شغل تاني عشان يوفر احتياجاته اليومية والالتزامات اللي عليه، لكن علي قدر إن هو فلوسه تشتغل مكانه. في كتاب ريتش داد بور داد، روبرت كيوساكي بيتكلم عن ان في فرق ما بين ان يكون معاك فلوس وانك تبقى حر ماليا. والحريه الماليه معناها هنا ان الفلوس هي اللي بتشتغل مكانك، ان يجي وقت عليك تلاقي ان انت مش مضطر ان انت تلف في ساقيه علشان تلبي احتياجاتك والالتزامات اللي عليك. وخلينا نتناقش كده، واكتب لي في الكومنتس ايه اللي اكتر حاجه بتصرفها عليها في رفاهيتك وبتضيع فلوسك عليها.